لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة الشيخ تسار لواني كاين تفسير القرآن بيروس بيمو خزمتان بس رزامندي رب العالمين وهي دارم إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بەڵێ خۆشەویستان لێرەوە خی گەورە سوبحانەهو وتەعالە باز دەچەند پێغەمبەرێکی بەڕێز دەکا عەلەیهیمو السەڵات وەسەلام لە سەرەتادا بە نوح عەلەیهی السەڵات وەسەلام دەفەرمی لەقەد ئەرسەلنا نوحا بەڵێ بەلامی تەوکیدی قەسەمی بەقەدی تەحقیق دەفەرمی ئێمە نوحمان ڕەوانە کرد لە بۆ قەومەکەی پێیانی گوت یا قەومی ئەی قەوم و خزم و کەسی خۆم اعبدوا الله خی گەورە بە تاک و تەنیا پەرستن ما لەکم من إله غیره لغير الله هیچ پەرستراوێکی تری بە حەقتان نییە ئینی ئەخاف عەلەیکم عەذاب یەوم عەظیم بە دڵنیاییەوە ئەمن لەوەی دەترسم ئەگەر بێت و بەردەوام بن لەسەر شرک و لادان لە عەقیدەی تەوحید لەوەی دەترسم لە عەذابێک کەوا لە ڕۆژێکی زۆر گەورە بێتە سەرتان واتە ئەو عەذابە زۆر گەورەیە و ڕۆژەکە بۆی گەورە دەبێت کە عەذابێک گەورەتان دەسەری خوا پەنامەندە. لە معارج تفكر دلي لقد أرسلنا طبعا لامك وكتما لام توكيد قسمي قد كاش قد تحقيق بالتأكيد وبالتحقيق وبقسم أرسلنا نوحا. أرسلنا طلع الإرسال التوجيه لأداء مهمة ما بتأودة وترفق وأنات وتعقل وحكمة. هذا إرسال هل معناه لغوي كي أو يكوا كسيق روان بكي لەبۆ ئەدا و ئەنجامدانی مهمە و کارێکەوە پێڕا دەست پێدرێ لە سەرخۆ زۆر بە نەرمونیانی زۆر لە سەرخۆیی زۆر بە عاقلانە و بەو پەڕی حکمەتەوە. والرسول هو الذي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه طبعا أرسلنا كواتا هل يكك خواي قرآن كريم الرسول هو الذي يتابع أخبار الذي أرسله كواتا رسول أو نرداويكوا بدواي أخباري أو ذاتي دكوي كوا نارديتي واتا بچ شويق نارديتي فرماني بچ بيكردية بوي هلدستي وديگيني ويقوم بمهماته تباعا واتا أو مهمة أو كاريك بيراس بيردرا لدواي يكتري بو شوي كخوايقور بيراس باردية أدايدك. وجاء هنا استعمال ضمير المتكلم العظيم لقد أرسلنا نافهم لقد أرسلت بمفرد بجمع دفرمي كوا جمع تعظيمة كاتك واخواي جورس ضمير متكلم بكارديني ضمير متكلم بصيغة جمع كتعبير لو ذاك ضمير المتكلم العظيم أوزى تعظيمي كوا بيغمبر نوح روانكر للدلالة على عظم الرسالة التي حملها نوح عليه السلام لقومه كواتا أو بكارهناني ضمير جمع ليلة بلقي لسر عظيم أو عظيميي كوا لخواد وشيتوا بلقي لسر أوي كوا أو بيام عظيمي كوا رواني كرد لرجاي نوح وعلى عظم الحدث الذي أهلك الله به قومه وهو قوري أو حدث أو رداوي كوا لنتيجة بهوية أو قومي لناوبرد وأنجى به نوحا عليه السلام والذين آمنوا معه وهروا قوري أو حدثي كوا بريتي بلا نزاداني نوح عليه الصلاة والسلام لقل أو إيمان داراني كوا لقل يبون يتلي رو لسندين زي كاخواي قورا كاتك وصفي خوي دكاتن
بمتكلم عظيم بجمع تعظيم هل لائق بخوي وهروها أو كارك وأنزامي ددا أو أفعالانك وخوي ولا بخوي باسي دكاتا أو فري عظمة تدا. لقد أرسلنا نوح وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس وكل تفسير قاسم دله يكم بيغمبر لدواي إدريس والله أعلم وكل إلا لباب هاتيه يكم بيغمبر لدواي إدريس نوح بو عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. هيت بيغمبرك عليه الصلاة والسلام توشي أون دائش آزار نبو أوي كوان نوح توشي بو لدست قومكي خوي مقر بيغمبرك نبي كوا كجرابي بدست قومكي كوا تسندين بيغمبر عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بدست قومكان يعني شهيد بون. وكان قبل بعثة نوح عليه السلام لبيشي هاتني نوح عليه الصلاة والسلام بيغمبر قوم عرفوا الله وعبدوه يتل بيش هاتني نوح عليه الصلاة والسلام كساني كبن كوا خواناز بون عبادة خوان ذكر خصوصا في عائلة شيت عليه السلام فتايبتي لعائلي شيت عليه السلام ثم فسد نسل شيث أيضا باشان أو سلالي كوالدواي شيث هاتبو أوانيش فسادين تيكوت واختلطوا مع الأشرار أوانيش لقى خرافة كاران تيكلاوبون وامتلأت الأرض من جرائمهم أو زاوية قربوا لتاوانكاني أوان وزاغوا عن الصراط المستقيم للرقا راستك الآن وصاروا يعبدون الأوثان والأصنام يتر رويان لبرستني بتو صنمكر فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام انزا خواي سبحانه وتعالى نوحي لبروانا كردن ليدلهم على طريق الرشاد تاوكو رقا راستي النشان بدا. ابن كثير دله قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير عبد الله كفر عباس خوي يقول خوي باي رازيبي وغيري أبيش لعلماء تفسير تدلل كان أول ما عبدت الأصنام يكم زارك وبتو صنم برسران أن قوما صالحين ماتوا كسانش ساككار لعلماء صالح كاتك وفات ينكر فبنى قومهم عليهم مساجد قوم كان ينهاتن سيانكر لسر قبري أوان مزقوت ياندروس كر وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم لسر قبر كانيان مزقوت ياندروس كر يترسمي شيان لوين دري وينيان تشيشان تاوكو ببينيني أوان عبادات كانيان ببير بيتو وكو أوان عبادتي خواب كان فلما طال الزمان كاتك والزمان بسرداروي جعلوا أجسادا على تلك الصور يكم زال بس وينيان تشام بلان باشان بيكريشان لو دروس كردن فلما تماد الزمان باشا وكوا وقت بسرداروي عبدوا تلك الأصنام يتر أوبتوا صنمانيان برست وسموها بأسماء أولئك الصالحين ناويشان لينان بناوي أوبيا وصالحانا ودوا سواع ويغوث ويعوق ونسر وكل سورة نوح باسكرا. فلما تفاقم الأمر باشا كواز هاتر آلوزبو بعث الله سبحانه وله الحمد والمنة رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. انزا أخوائي قوله نوحي روان كرد عليه الصلاة والسلام كبراستي بروان كردني نوح خواي قوله شاني وحمدو سباز بك لسر منته يتر فرماني بيه كردن كوا خواي قوله بتاكو تنيا برستن كوا توكو خلاصة ديارة وكو زانایان دفرمون يكم پیغمبر عليه الصلاة والسلام لدواي آدم كوا روبروي شركو بتبرستي بوا نوح بو عليه الصلاة والسلام كواتا وكل رش إشارة بيدا كوالواني پیغمبري ديك هبونا لنوان آدم ونوح عليه الصلاة والسلام بلام يكم پیغمبر كوا روبروي شرك بوا نوح بو عليه الصلاة والسلام. فقال يتر نوح عليه الصلاة والسلام كاتك روانك لبو قومه فقال أي فباشر عقب إرساله بالقيام بمهمات رسالته بدليل استعمال حرف العطف الفاء الدال على الترتيب مع التعقيب كواتا خواهي ورد فرمي لقد أرسلنا نوحا فقال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يكسر فاءك لبو الترتيب والتعقيب
واتە هەر لە دوای ئەوەی کەوا خوای گەورەوان کرد یەکسەر دەستی بەکارکردن کرد یەکسەر دەستی کرد بۆی کەوا پەیامی خوای گەورە بگەینی فەرمووی یا قەومی أي الذين حقهم أن يشاركوني في كمالاتي كواتكات كذا يا قومي أي قوم خزم عشيرتي خوم كوا بحكم خزماتي بيم خوشة لو كمالات قناعة تساكاني كيتمو لو وضع باشي كوا بغوي بيغمبراتي كخواي قورة هدايتي دايما حزمني أنقوش بجدار بن لو كمالاتانو لو اشتتساكانو لو عقيدة باكو لو أفعال كارو كردواني كوا خواي قورة هدايتي دايما كاموي أو بري كمال بشرية كوات كذا يا قومي واتبع حكم قوماتي وعشيرتي خومن دي بيم خوش أنقوش مشارك بن لو خيري كوا خواي قورة بومينار دي اعبدوا الله خواي قورة الله سبحانه وتعالى بالتنيا برسل وكل معاش تفاكر دالي والأمر بعبادة الله وحده يستدعي سابقا له كاتك كذا فرمي عبادتي الله بكن ليلة بيش يشتيش كها هو الإيمان بالله وحده أبي شويك بيش وقت بإيمان بخواهبي ربا خالقا بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير بيش وقت بإيمان بويهبي كوا الله سبحانه وتعالى پروردگارك بدي هنرا هموشتك لزصلاتي أودا بل لسر هموشتك بتوانايا فإذا كان القوم مؤمنين به كذلك إتركاتك أو قوم إيمانيا بوخواه بوشوه بخواه سبحانه وتعالى فالمطلوب منهم ديكوات داوكراوتي أن يعبدوه وحده ولا يشركوا بعبادته شيئا لو حالتك كما دام إيمان تانهي وكوخواه خالقه وبتوانايا بسر هموشتك دا دي بي برستن الشريش لو بيدا مكان وهذه العبادة تشمل كل صنوف طاعة لله عز وجل كاتك اعبد الله همو شيواز كان عبادة كردن في كل حركات الحياة الظاهرة والباطنة كواتا لهمو حركات الظاهر كوا أنزام دين لحركات باطني قلبي فيستا خواب برستي على ما جاء به الدين الذي اصطفاه الله على عباده أبو الشيوي كوا خواي قورة أو ديني روانا كرديا وكو خواي قورة لبو بندكاني أو يهل بجارديا لأوامر ونواهي للشريعة أحكام همو وصيات موعظة كاني بوشوي فيست خواي قورة برستن لحركات ظاهر وباطنتان ما لكم من إله غيره هيز برستراوش بحقني غير الله وكلا تفسير قاسم دي أي مستحق للعبادة في الوجود غيره هيز كسيك نية هيز ذاتيك نية شاينه برستن بي غير الله سبحانه وتعالى ما لكم من إله غيره طبعا وكو زانان دفرمون زانان قراءات قرأ بالحركات الثلاث غيره بهرسي حركات أخين رأيته وتبضم وفتحه بجر غيره 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 يتر هل يكودي على بابلين بشيويك ليك دريته ولا حسب قواعد نحو كواتا الله ببرستن سبحانه وتعالى غير الله سبحانه وتعالى هيد ذاتيش كانية شاني أويها بيكزر عبادة له أنزام بدري لتفسير السعدي دلي ما لكم من إله غيره لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أو ذاتيه خالق بدي هنا رازقة رزق دبخشي المدبر لجميع الأمور أو ذاتك وهمو كاركدو كان أو بريو دبا وما سواه غير الله همو مخلوق مدبر هم مخلوقة هم بريو دبر دري ليس له من الأمر شيء غير الله سبحانه وتعالى هيش تشكى هيت كسيشي ديك وهيش ذاتشكى هيت بدستوانيا وكلا معارج تفكر ضلي إن مشركي الأولين كانوا يعبدون أوثانا وقوا وهمية مشركة كاني في شوتر بتو صنمي شان دبرست وكاساني شان دبرست كوا قوتي وهمي هي وهروها وكو ضلي وأرواحا لكائنات من الإنس والجن روحي هندك لكائنات كان إنس وجنيان دبرز بحساب لدواي مردنيان وقد يعبدون بشرا أمثالهم زاري واشا بشريتي هاوشيوي خوان دبرست أما مشرك أهل حضارتنا المعاصرة اليوم بلام أو مشركاني كوا لو شارستانيتي كأيمتي دادجين مشركاني أو ركونا فهم يقدسون قوانين الطبيعة أواني أو رو قانون كاني طبيعي قوانين الطبيعي يا ساكاني سرج دبرستن
بمقدسي دادنين ويجعلونها شركاء لله الخالق إذا كانوا مؤمنون به. إتر يا ساكاني سرشت يا ساكاني طبيعة تقديس دكانوا دي كان الشريك لبو أو خواي سبحانه وتعالى قر إيمانيا بهبي ولا يرونها من سنن الله السببية التي جعلها هو في كونه كواتا أو قوانين طبيعي ونابين كوا أو سننانية كخوا داينا سبحانه وتعالى كوا سنني كونية خواي قور داينا لبو بريوتسون أو كوني وهو متى شاء خرقها وعطل آثارها أجر ونايبين كوا خواي داينا أو سنن كونيان كوا أوان بالتعبير اللي كان بقوانين الطبيعي رام سنني خواية كهركاتي خواي يقول بشي والراي دقري دي جوري طالما أوانا لخدي خوي التقديسي ده كان الشريك لبو خوا والشر من هؤلاء المشركين لو أناش خرابتر كفارا موغلون انحدارا في أودية الكفر كسانيتي كافر كواتواوتا تسوينا قولاي دولي كفر تسوينا خواري يجحدون وجود رب خالق مدبر عليم حكيم. أصلا إنكار وجود پروردگارك ده كان كوا خالق مدبر بديهينرا بريوبري أو كونية عليم حكيم يفعل ما يشاء ويختار أو ذاتي كوا أو يبيه هر أو ديكا أو هالبجيري هر أو درواتره وهم الماديون الحسيون كواتكساني شيج لمش كان يروها أصلا ملحدا إيمانيا بوجود إخوائي قولني سبحانه وتعالى أوانيك وصاروا كثيرين في عصرنا الحاضر وكل ما عاج تفكر دلة أوانيك ولو سردمي إمدا قاليك زورن أوانيك و زيادة البابلين دلين هر شتێک بە مادی ئێمە حسی پێ نەکەین ئەوە وجودینە والعیاذ بالله لەسەر ئەساسەش وإنكار وجودي خواج دكان سبحانه وتعالى دل أو طبيعة هر بخوي بصدفة هات وجوده دروس به والعياذ بالله إتر ديارة أنواع مشرك لو سردمي إيه مداه خوا بنامان ده ديارة پیامی پیغمبران حتی روز قیامت بتایبتی پیامی کوتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بەڵێ مواجهە و ڕوبەڕووبوون لەگەڵ ئەنواعی مشرکین دەکاتن بە ئەنواعی بەڵگە و بە ئەنواعی بەدیهیات کەوا لە قورئانی پیرۆز و هەروە سەنزمان ڕادچێش لە بۆ ئەنواعی بەڵگە لەو وجودەی کە هەمووی بەڵگەن لەسەر وەحدانیەتی خوای گەورە و لەسەر زیندی بوونەوە و با بڵێن وەستان لە بەردەستی رب العالمین لە ڕۆژی قیامەت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.